أعلن فريق أيوبي سبور تركي بشكل رسمي توقيع مع اللاعب المغربي عبد الحميد الصابري في هذه الانتقالات الصيفية. الفرقة التركية ما كشفتش شحال مدة العقد، ولكن التقارير العلمية قالت بلي اللاعب المغربي سينا عقد كيمتد لعامين مع خيار تمديد لعام ثالث، وكيتمنى الصابري يرجع للمستوى ديالو مع النادي التركي من بعد ما دوز فترة صعيبة العام اللي فات، حيت ما جاتوش فرص باش يلعب فاش كان معارض التعاون السعودي، وهذا الشيء أثر على الحضور ديالو وخلاه يغبر على الساحة في الأشهر الأخيرة. وغيدخل وسط الميدان المغربي تجربة جديدة في البطولة التركية من بعد ما تنقل بين بزاف ديال الفراقي بحال الفيولا، بالاضافه لتجارب مع التعاون الفيحاء السعودي وعجمه الاماراتي. وغيتلاقى الصابري مع المغربي الاخر جواد اليميق اللي حتى هو انتقل الفريق في هذه الانتقالات. التحق الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال بالمعسكر ديال الفريق في النمسا استعدادا لموسم جديد بعد ما سالت العطله بعد المشاركه مع المنتخب المغربي في نهايه كاس العالم. وجا التحاق بونو بالبعثه ديال الهلال قبل 3 ايام فقط من نهايه المعسكر الخارجي اللي داخل في الاستعدادات ديال الفريق في الموسم الجديد قبل ما يرجعوا للعاصمه السعوديه الرياض باش يكملوا المرحله الاخيره من التحضيرات. وغيبدا الهلال المشوار ديالو في دوري روشن نهار 14 غشت بالمواجهه ضد الفيصلي في الافتتاح ديال منافسه الموسم. ومن المنتظر يدخل بونو شويه بشويه في تداريب جماعيه استعدادا باش يدافع على مرمى الهلال مع بدايه الموسم، في انتظار التاكيد الرسمي واش غيبقى مع النادي ولا غينتقل لشي فريق اخر. عبر اللاعب المغربي علي معمر على الفرحه ديالو بالرجوع للفريق اندرليخت البلجيكي، واكد بلي المشاركه ديالو في معسكر المنتخب في نهايه كاس العالم كانت تجربه مهمه بزاف على المستوى الشخصي واخا ما كانش في القائمه النهائيه للعبات البطوله. وقال كانت تجربه زوينه بزاف مع المنتخب المغربي، تدربت مع المجموعه واستفدت بزاف من اللعابه ومن الطاقم التقني. صحيح العطله ديالي كانت قصيره ولكن انا فرحان حيت رجعت لاندرليخت. وزاد قال تكلمت مع اشرف حكيمي وتكلمت مع كاع اللعابه تقريبا وتعلمت بزاف من هذه التجربه وعلى المستقبل ديالو مع الاهتمام ديال نادي بورتو بالخدمات ديال اللاعب المغربي. اكد معمر بلي ما شاغلش بالو بهذه العروض ديال الانتقال في هذا الوقت، وقال انا فرحان هنا، باقي العقد ديالي كيمتد حتى العام 2028 وما كنفكرش في الحوايج اللي خارج الميدان. على النادي اتحاد تورقه نهار الجمعه الانتقال ديال اللاعب المغربي حسام الصادق لفريق لوزان السويسري في هذه الانتقالات الصيفيه الحاليه. وكذلك الفرقه باللي حسام غيغادر النادي بعد ما دوز معاهم 3 ديال المواسم باش ينتقل ويخوض اول تجربه احترافيه ليه في الدوري السويسري. حسام عنده 21 سنه وكيتعتبر من خريجي اكاديميه محمد السادس قبل ما يفرض راسو في فريق اتحاد تورقه ويلعب معاهم 3 ديال المواسم باش يفتح صفحه جديده في المسيره الاحترافيه ديالو مع لوزان السويسري. اكد الدولي المغربي ايوب بوعدي لاعب الفرنسي بلي استمتع بزاف بالتجربه ديالو مع المنتخب المغربي في نهايه كاس العالم. وقال بوعدي الموقع الرسمي لنادي ليل كاس العالم مشات بشكل مزيان ولكن للاسف المشوار ديالنا سالا في الدور ديال الربع النهائي. كنا كنتمناو طبعا نزيدو نتقدموا ونمشيو بعيد في البطوله ولكن هذه هي كره غنرجعوا اقوى ان شاء الله. عجبني الحال بزاف وهذه الفتره مع المنتخب كانت ممتعه وعشت لحظات واعره وفي كل مره كنحاول نقدم كاع داكشي اللي عندي بنسبه 100%. وفي الختام طرق بوعدي الاستعدادات ديالو للموسم الجديد وقال ارتاحينا مزيان واستمتعنا بالعطله كما ينبغي ودابا حنا مستعدين للبدايه ديال المرحله الجديده. نفى رئيس نادي ليل الفرنسي وجود اتفاق مع فريق السيتي بخصوص انتقال الدولي المغربي ايوب بوعدي في هذه الانتقالات، واكد بلي اللاعب باقي مع الفريق وموقف النادي ما تبدلش. وجات هذه التصريحات خلال الندوه الصحفيه الخاصه بتقديم المدافع طانكي والاعلان على تجديد عقد اللاعب بن طالب. وقال الرئيس الوضعيه ديال ايوب هي نفس اللي كنت تكلمت عليها شحال هذه وما وقع فيها حتى شي تغيير. من العجيب كيفاش كيتنشروا بعض الشائعات خصوصا هذوك اللي كيتكلموا على اتفاق مع السيتي وهذا الشيء ماشي صحيح. واكد رئيس ليل باللي بوعدي كيحظى باهتمام بزاف ديال الانديه الاوروبيه واشار ان انديه قليله هي اللي قادره ماديا باش تسيني معاه. واكد بلي هذا الشيء ما كيعنيش بلي كاين اتفاق ولا شي تطور جديد في المفاوضات. ووضح بلي الفرقه توصلت فعلا بعروض رسميه باش توقع مع اللاعب ولكنها ما كانتش مقنعه. وقال جاتنا عروض حقيقيه ولكن ما كانتش مرضيه حيت ايوب بوعدي لاعب مهم بزاف بالنسبه لينا وباقي كنشوف بلي غيبقى مع ليل. وفاش سولوا عليه يمكن انتقال بوعدي للسيتي ومن بعد يلعب اعاره مع ليل رفض رئيس النادي يدخل في هذا السيناريو واكتفى بلي ياكد اللاعب ينتمي لليل بنسبه 100% في الوقت الحالي. في المقابل ما سدش الباب كليا قدام احتمال رحيل بوعدي الا جا شي عرض استثنائي. ووضح بلي اي صفقه كتعتمد على 3 ديال الاطراف فريقين واللاعب ورغبه هذا الاخير كيبقى عنصر اساسي في اتخاذ القرار. وختم رئيس ليل بالتاكيد على ان اي نقاش على المستقبل ديال بوعدي غيبقى داخلي بين اداره النادي واللاعب ورفض يكشف تفاصيل اخرى في الوقت اللي باقي مانشستر سيتي مهتم بزاف باش يضم الموهبه المغربيه اللي عندها 18 سنه. اكد اليخاندرو كامانو وكيل اعمال اللاعب المغربي عبد الصمد الزولي بلي اللاعب غيكمل المشوار ديالو مع ريال بيتيس ونفى كاع الهضره اللي راج على وجود مفاوضات مع نادي روما في هذا الميركاتو. وقال كامانو في تصريحات نقلتها صحيفه سبورت اسبانيا غيبقى في اسبانيا، ما كان حتى شي مفاوضات مع روما وما توصلنا بحتى شي عرض
من الفرقه الايطاليه. وهذا التصريح كيحبس كاع التقارير اللي ربطات اسم الزلزولي بين لروما في الوقت اللي كيتوجد فيه اللاعب باش يكمل المشوار ديالو مع بيتيس اللي غيلعب منافسات دوري ابطال اوروبا في هذا الموسم الجديد. قرب نادي فينيزيا الايطالي حسم الصفقه ديال التعاقد مع المدافع المغربي رضوان حلحال لاعب ميشلين البلجيكي في هذه الانتقالات. وكشف الصحفي الايطالي جيانلوكا دي مارزيو باللي فينيزيا قطع شوط كبير في المفاوضات ديالو مع ميشلين، واشار باللي الصفقه قربت تكمل بمبلغ كيوصل 5 مليون يورو تقريبا، بالاضافه مكافآت مرتبطه بالاداء. وزاد نفس المصدر بلي الدولي المغربي اللي شارك مع المنتخب المغربي في نهايه كاس العالم كان داخل في الاهتمامات ديال هيلاس فيرونا في الميركاتو الشتوي اللي فات، قبل ما يرجع فينيزيا هو الاقرب باش يربح الخدمات ديالو في هذا الصيف. وجات الصفقه المرتقبه في الوقت اللي كيتواجد فيه فينيزيا باش يعر المدافع ديالو احمد سيديبي الكيميريتش مع بوند كيتيح الشراء. وهذا الشيء كيشرح علاش الفرقه الايطاليه محتاجه تعاقد مع قلب دفاع جديد. ولكن من هذا الانتقال غياخذ رضوان حلحال اول تجربه ليه في الدوري الايطالي، محطه جديده في المسيره الاحترافيه ديالو من بعد ما فرض راسو كواحد من ابرز المدافعين المغاربه في الملاعب البلجيكيه. وكيتعتبر حلحال من خريجي اكاديميه مونبولي الفرنسي قبل ما يدوز تجارب مع اتلتيكو مدريد بي وهيلموند سبور هولندي كمعار، فين قدم مستوى زوينه خلات الاعين ديال بزاف ديال الفرق الاوروبيه كتوجه ليه. الاشاره اللاعب رضوان شارك مع المنتخب المغربي في نهايه كاس العالم ولعب اساسي في ماتشات هايتي وكندا كبديل لمدافع شادي رياض. على حسب تقارير صحفيه هولنديه، فرقه كامبور كتوجد باش تقدم عرض جديد من اجل استعاره المهاجم الشاب سامي بوهودان من نادي بي اس في اندهوفن الهولندي. اللاعب اللي عنده 18 سنه كيدرس امكانيه ياخذ تجربه جديده من بعد ما رجع لتدريب فريق يونغ بي اس في. كشف مدرب واتفورد الانجليزي بلي الدولي المغربي عمران لوزا كان باغي يخرج من النادي في هذه الانتقالات الصيفيه، ولكن ما استبعدش يستمر مع الفريق في الموسم الجاي الا ما وصلوش لاتفاق مع شي فريق جديد. وجا في تصريحات من بعد الماتش الودي اللي خسرت واتفورد قدام فيولا واللي عرف مشاركه لوزا ل 20 دقيقه. في البدايه ديال الاستعداد كان عمران لوزا كيقلب على فرصه جديده، ولكن دابا هو جزء من الفريق، هو لاعب مزيان والتحق بالتحضيرات متاخر وكنتمنى يرجع للجاهزيه ديالو حيت غيكون لاعب مهم بالنسبه لينا. هاد التصريحات كتحل الباب قدام كاع الاحتمالات بخصوص المستقبل ديال اللاعب المغربي، حيت باين بلي باقي ياخذ تجربه جديده في الوقت اللي باقي ما حسمش فيه واتفورد الموقف النهائي ديالو من امكانيه الرحيل ديالو في هذا الميركاتو. وكان لوزا ارتبط في الاسابيع اللي فاتوا باهتمام بزاف ديال الانديه من بعد ما خرج من الحسابات الاساسيه في شي فترات من الموسم اللي فات، وهذا الشيء اللي زاد الشائعات حول قرب الرحيل ديالو ويخوض تجربه جديده. واخا تحيدات شارة العماده من لوزا الا ان مدرب واتفورد شدد على الاهميه ديال اللاعب المغربي داخل المجموعه، واكد بلي غيبقى عنصر مؤثر الى استمر مع الفريق في الموسم الجديد.